يا صلاة النبي صلاة الزين. والله العظيم عادل هيفرح قوي بالاكل ده. يا باشا انا مش اقل من دقيقتين اتنين هتلاقيني قدامك. خدنا. طب هاكل لقمه طيب. ماشي يا ريس ما تقلقش، دقيقتين اتنين وهطلع من البيت اهو. مع السلامه مع السلامه. جبت لك من المطعم اللي انت بتحبه. مطعم ايه بس؟ طلبوني في الشغل وعايزين نمشي دلوقتي. طب ما فيش حاجه، اقعد كل على طول وامشي. بقول لك يا امنيه انا مش هعرف اكل دلوقتي والله. انا معاك رز كفايه اهو. هبقى اجي تاني ان شاء الله والله العظيم. هخلص اللي ورايا بس في الشغل واجي على طول. طب ما تستنى كل ده، هي لقمه بسيطه، ده انا محضره لك الغدا. والله كان نفسي اكل يا امنيه بس هعمل ايه؟ يا عادل مين بيخبط؟ استنى انا هفتح خليكي. مين؟ ده مين اللي حماته بتحبه؟ يا عادل ست الكل عامله ايه يا امي؟ حبيبي، وابوك كان بيحبني اكيد في اكل. يا نهار اسود. حماتي دي بتكرهني كره العمى، يعني اليوم النهارده هيبقى اسود. في اكل؟ ده انت تنوري الدنيا والله العظيم. الاكل ما شاء الله. امنيه النهارده طالبه سمك وجايبه حاجات كتير. يا دي امنيه ديت، انت حاطط امنيه على طول في وشي كده. بقول لك نسيت اعرفك، مش امنيه ربنا كرمها وخلاص بقيت حامل الحمد إيه؟ لله. حامل؟ انا قلت انت هتفرحي فيها ست الكل، مالك كده؟ مبروك يا ابني. ماشي. بعد اذنك يا ماما عشان انا رايح الشغل ومش هتاخر ان شاء الله. طب انا قاعده مستنياك، ما تاخرش النبي عليا. خلي بالك من امنيه في عيني. عشان بقى الواد يجي بالسلامه كده واسميه احمد على اسم ابويا. عينيا حاضر. اتفضلي يا ام اتفضلي. مع السلامه. مع السلامه يا ام. حامل؟ ده انت سنتك سودا، ده انا هوريكي الايام السودا كلها. انت بتبرطمي بتقولي ايه يا ست امنيه؟ بقول يا ماما ان الحمد لله انت جيتي على ميعاد الغدا، اقعدي كلي. اهو ده كله هيعجبك قوي. وانت هتاكلي معايا ولا ايه؟ ما انا لسه لا يا حبيبتي قومي كده. بنت انت وانا نعم. مش قلتلك تاخدي موانع حمل؟ ايوه بس هو قدرة ربنا ان انا حملت، اعمل ايه يعني؟ يعني انت بتاخدي موانع حمل وحملتي؟ هو انت مفكره ان انت هتربطيه بالعيال؟ اربطه بالعيال ايه بس؟ ده اول عيل لينا لسه، يعني المفروض يبقى فرحان وانا فرحانه وانت كمان فرحانه، هتبقي تيتا. منك انت ما افرحش. ليه بس؟ انت مفكره ان انت هتربطيه بالعيل ولا العيله اللي جايه دي؟ لا انسي يا حبيبتي، انسي اللي في دماغك ده، شيليه خالص. فاهمه؟ طب انا بس عملت لك ايه؟ ده يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، بس والله العظيم انا بحبك. لله في لله انا بكرهك. اكرهيني براحتك بس اقعدي كبري الذات. اخر ابني يا حبيبتي. حد انت عازمه حد من اهلك ولا ايه؟ والله ما عازمه حد. جايبه اكل جاهز من بره، مكسله تعمل. ايه يا امنيه عامله ايه؟ ازيك انت، اخبارك ايه؟ كويسه. انا لسه مقابله عادل جوزك تحت وهو نسي التليفون، ممكن تجيبوا له ادوله؟ ثانيه واحده. مين يا اختي اللي على الباب؟ اهلك؟ لا دي ملك، بس عادل نسي التليفون هديهولك. مالك. ماشي يا ست امنيه. اتفضلي يا ملك. هو ممكن اسالك على حاجه؟ طبعا اتفضلي. هي دي حماتك صح؟ ايوه يا ستي. هي بتعاملك كده ليه؟ والله ما اعرف، مع اني ما بكرههاش ولا حاجه ودايما بعملها كويس. طب وما بتحاوليش تقولي لعادل مثلا او اي حاجه؟ هقول له ازاي يعني؟ اقول له مامتك بتعاملني وحش واعمل مشاكل ما بينهم؟ طب بصي، انا ممكن اخدمك علشان اطلعك من القرف اللي انت فيه ده. قولي. هنزل اوديله التليفون وهطلع لك، بس سيبي الباب مفتوح. تمام. وهخش وهصور المعامله ونوريها لعادل. لا يا ملك تسلمي لي، انا مش عايزه اعمل ما بينهم مشاكل، وانا كده كده بحبها وبعتبرها كانها ماما متعصبه عليا شويه. انا حبيت اساعدك بس يا امنيه. متشكره قوي يا ملك. ماشي، تصحي حاجه؟ السلام. دي كانت ملك بتاخد تليفون عادل كان نسيه. وانت فاتحه الملك ليه هنا يا اختي؟ مفيش حاجه يعني، دي ملك قد اختي الصغيره. بتعملي ايه؟ هاكل. لا يا حبيبتي كده سيبي الاكل. قومي كده، اصل السمك والرز ده غلط على الحمل. قومي. مين قال بس انه غلط على الحمل؟ انا قومي. جعانه والاكل برد. مش هتاكلي. قومي يلا، عنك ما طفحتي ولا دلقتي يا اختي. جايبه اكل من مطاعم وجايه تقول لي اكل يا حلاوه. ايه يا عادل، بقول لك انت فين دلوقتي؟ طب لو سمحت انا عايزاك تيجي ضروري. مامتك مش راضيه تخليني اقعد اكل من الاكل اللي انا جايباه وانا جعانه وعندي هبوط، يعني في دواء وفيتامينات لازم اخدها. طب لو سمحت يلا، باي باي. قومي يا ست امنيه شيلي الاكل عشان انا مش هاكل الا لما عادل يجي. انت كنت بتكلمي مين؟ كنت بكلم بس عادل. بتكلمي تقولي له ايه؟ قومي كده قومي. إيه؟ قومي كلميني كده، بتقولي له ايه؟ ما اوعي تكوني قلتي له حاجه من اللي انا عملتها معاك. لا طبعا ما قلتلوش. انا عارفه ان ابني مش هيصدقك اصلا حتى لو قلتي له حاجه قدامي كده، عشان المطبخ يتنضف ويشيل الاكل اللي على السفره قدامي يا حلوه. افتحي يا امنيه. ايوه ده هي مش موجوده اهي، كويس الحق اتكلم معاها. افتحي يا بنتي. جايباني على ملا وشي ليه؟ كنت عايزه اتكلم معاك ضروري يا عادل. يعني انت خليتيني اسيب شغلي
لسه داخل الشغل وبقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم تعالى وامك وعملت وسوت. هو في ايه؟ وانا كمان ذنبي ايه؟ عادي، انا عايزه اخد الدواء بتاعي، عايزه اخد الفيتامينات، عماله تقولي شيلي الاكل ومفيش اكل ليكي ومش هتاكلي. انا امي يا امنيه عمرها في حياتها ما تعاملك المعامله دي. بحلف لك بالله يا عادل والله العظيم عملت معايا كده. طب اكنك ما حكيتليش اي حاجه، وتعالي نقعد على السفره ونشوف هتعمل ايه. قربي تعالي. انا مش هخلي الحمل ده يكمل اصلا، انا هخليه يرمي عليها يمين الطلاق ونخلص منها. وانا كلامي زي ما انا قايلهولك، هاخد بنتك ليه. يا امي طب اقفلي دلوقتي، اقفلي يا يلا ست سلام. الكل، ايه يا حبيبي؟ انت كلتي ولا لسه ما كلتيش؟ انا قاعده مستنياك يا ابني، انت مش قلت هاجي على طول؟ طب تعالي يلا ناكل مع بعض. طب يلا يا حبيبي تعالي تعالي. يلا. ايه يا حبيبي؟ والله العظيم منورانا يا ده ست كله ليك الكل. يا حبيبي، وده كمان هي عامله لك مشوي ومقلي، انا عارفه انت بتحب الاثنين. كله يا حبيبتي دول 3 سمكات ودول 3 سمكات، كل واحد واحده. لا كله ليك، انا حتى مش هاكل سمك، انا هاكل رز بس. يا ماما امنيه حامل المفروض تاكل. حامل ايه ونيله ايه؟ تقوم من هنا، قوم يا بت، قوم يا بت، ما تاكليش معانا. هي مين اللي تقوم يا ست الكل؟ في ايه بالظبط؟ اقعدي يا امنيه. معصباني طول النهار من ساعه ما جيت يا عاد. عملت لك انا ايه من ساعه؟ خدي يا امنيه بالف انا وشوف. مش هتاكل سمك يا عادل، غلط على الحمل. هو في يا امي انت بتعمليها كده ليه؟ غلط على الحمل. لا هو مش غلط على الحمل على فكره، وانا جعانه اهو وفي دواء لازم اخده. بت انتي، خلاص خدي البتاع ده المشوي حلو. وانت مكسر كلامي يا عادل. يعني انت مش عايزاها تاكل على خاطر اللي في بطنها؟ هي تاكل رز وسلطه، خدش حلوين كده عليك، كل انت يا ابني، كل والخير اللي انت بتحبها. الباب بيخبط يا ست الكل، اروح اشوف مين. قوم. استغفر الله العظيم يا رب. وانا مش قلت لك ما تقعديش معايا على سفره واحده؟ يعني ليه ما انت ما عندكيش دم يا بت. بقول لك جعانه. بكرهك، انا بكرهك. بص بصراحه يا استاذ عادل، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه، بس مراتك موصياني برضو ان انا ما اقولكش، بس انا عشان بجد انا خايفه عليها وخايفه على عيشكوا فلازم اقول لك. وطي صوتك بس علشان امي جوه وبتاع، في حاجه ولا ايه؟ هو فعلا الحوار كله على مامتك. مامتي مالها يا بنتي؟ مامتي احكي لي بسرعه. هي بتعامل امنيه وحش قوي، وبتقول لها ما تاكليش وما تعمليش ولا اي حاجه. تقريبا انا عارفه ان امنيه حامل، فحرام اللي بيحصل فيها، وبسمع ضرب ليا بتديها بالقلم والكلام ده كله. الظاهر بقى ان فعلا امنيه كلامها صح. طب خلاص يا ملك، معلش روحي انت وانا هتصرف انا. خلاص مش كتر خيرك يا ملك، متشكر. انا بكرهك، انا مش طايقاكي. قومي من هنا وما تقعديش معايا على سفره واحده، ولو قلت له اي حاجه انا هولع فيكي بجاز وسخ. انت مفكره نفسك ايه؟ ده ابوك يا بت كان بيلم بلاستيك. قومي يا بت، قومي. فرضك عليا في حياتي وانا ما كنتش طايقاكي ولا عايزاكي. ايوه بس انا ما عملتش حاجه وحشه. انا ما بحبكيش حتى لو بالله ابويا كان بالله. بيلم بلاستيك كان بياكل يعني بلقمه حلال وبيجيب فلوسه بعرق جبين. وانت كنت تشوفي الاكل ده ببيت اهلك؟ انت جايه هنا كلتي الحلو كله. قومي من هنا، مش عايزه اسمع صوت ليكي. قولي له انا مش جعانه، مش عايزه اكل سمك. اتصرفي، ما تستحمليش مشكله ما بيني وما بين ابني. حاضر. يلا. بس يا امنيه خليكي قاعده. ليه يا ام القسوه دي؟ ليه؟ حرام عليكي. اقعدي يا بنتي اقعدي. بص يا عادل، انت فرضت البت دي عليا في حياتي وانا ما بحبهاش. استغفر الله العظيم. وانت كنت ايه وهي ايه؟ جايب لي واحده ابوها بيلم بلاستيك. انت مالك انت يا امي؟ انت مالك؟ انت متضايقه من ايه؟ دي مراتي ومش مزعلاني في حاجه وشايلاني في عينيها الاثنين وبتخدمني وبتاكلني وبتعمل لي كل حاجه. بأمارة ايه؟ ما جايبه لك اكل من المطعم، هي بتعمل حاجه اصلا؟ شوف ضوافرها مربياها اهي. انا اللي طلبت منها ان هي تجيب الاكل ده عشان نفسي اكل سمك من مطعم. وهي صغيره ما تعمله في البيت وتوفر لك. يا ست الحمد لله ربنا كرمني ومديني ومسع عليا. انت متضايقه من ايه؟ يعني انت متضايق ان انا بكلمها كده وخايفه على قرشك؟ حرام عليكي، اصل حرام يعني جبر الخاطر على الله. دي مين؟ هي دي واحده جايه من الشارع. انا بحب الصعبانيات بتاعتك قوي. والله ما صعبانيات ولا حاجه، ولا دموع تماسيح زي ما انت مفكره. انا فعلا صعبان عليا نفسي منك. انا بعاملك بما يرضي الله، بعاملك ان انت امي فعلا. انا مش ام حد يا حبيبتي، انت ما تشبهيش بنتي اصلا ولا طولك تكوني بنتي. بص يا امي، انا هقول لك كلمتين وانا بقولهم لك كده والله العظيم زعلان ان انا بقولهم. ما عدتيش تيجي الشقه تاني هنا علشان خاطر انا مش مستغني عن اللي في بطنها ولا مستغني عن لا لا يا عادل طبعا مش انت كده. بتخرجني عشان انت اللي وصلتني لكده. لا لا اكيد هو ما يقصدش. بس انا سايبه لك البيت وماشي. براحتك يا امي براحتك. ماشي يا عادل، ماشي يا عادل. بس اتفرجي عليها بس، شوفي هي متمسكه بيكي قد ايه وزعلانه ان انت هتمشي. لا انا مش عايزاها في حياتك البت دي. خلاص يا ست وانا بحبها ودي حياتي وانا حر فيها. خد بالك قلبي هيغضب عليك يا عادل. براحتك يا امي. براحتك. لا يا ماشي. امنيه لا. اتهني بيها حلوه، لعبتها صح. ماشي يا عادل. مع السلامه يا ست الكل. ليه يا عادل عملت كده؟ اقعدي وسيبها براحتها. ايوه ليه عملت كده؟ طب اقعدي بس عشان هتاكلي. مفيش حد احسن من امك. انت واحده ليكي ظروف وحامل. ايوه ماشي، بس هي برضو امك. ده ربنا وصاك عليها والرسول وصاك عليها. عليه افضل الصلاه والسلام لما تكون كويسه. لكن ايه ده؟ ايه اللي هي بتعمله ده؟ ده ربنا قال لك في حديث ابي هريره امك ثم امك ثم امك.
ده وصاك عليها 3 مرات. يا امنيه ماشي على دماغي من فوق، وانا مش هخسرها وهروح ابص عليها واعمل الواجب. ما كانش ينفع ان انت تطردها. استغفر الله العظيم يا رب. حرامك يا عادل وهاتها. بعد اللي عملته معاكي؟ روح يا عادل ورا امك وهاتها لو سمحت، لو مالكش الخير فيها مش هيبقى لك الخير فيها ولا اللي في بطني. ربنا يا بنتي اقول لك ايه، ربنا يقومك بالسلامه ويجيب لنا ابننا على خير. يا عادل كل حاجه ومش مردودة عارف في اقول لك ايه، الدنيا. والله حقك عليا ما تزعليش من اللي هي بتعمله فيكي. انا مش زعلانه، بس كل حاجه مردوده، وانا هيترد لي ده لو انا سلطتك عليها. خلاص يا امنيه انا هروح لها بعد اذنك، اقعدي كلي والنبي عشان خاطري. والله على ربنا يهديكي عليا. اديني جيت اهو سمعت كلامك يا ابني. برضه بطلي بقى التكبر اللي انت فيه ده بقى يا ست الكل مش والنبي. متكبره يا عادل، بس هي بصراحه انت عارف يعني انا حكيت لك في الطريق ان هي ما بتنزليش من زور، مش عارفه ابلعها يا عادل. وانا بحبها، مش انت امي؟ عشان خاطرك انت يا عادل خلاص والله هعملها كويس. المفروض تحب اي حاجه ابنك بيحبها. يلا خير، هي هتجيب حفيد اهو انا هفرح بيه. يلا مش اتفضلي يا امي، هي مشكله. قاعده اهي والنبي اقول لها كلمتين حلوين، قاعده امنيه خشي. حاضر يا ابني. ايه يا امنيه؟ ايه يا ماما؟ معلش يا بنتي ما تزعليش مني، حقك عليا انا، معلش هو الشيطان، وهي بقى العقلانيه بتاعت الام والست الكبيره ديت بتبقى صعبه شويه. تقوليش على نفسك كده، انت على دماغي واعملي اللي انت عايزاه. ما تزعليش مني يا امنيه، حقك عليا، تعالي في حضني يا بنتي. مين قال بس ان انا زعلانه؟ والله وجودك هنا بيفرحني. لا انا مش هضايقك يا بنت، انا ليا بيت هاجي ابص عليكم كده وامشي. حبيبتي انا لو ما شلتكش الارض شيلك فوق عينيا والله. حبيبتي تسلمي لي، ربنا يخليكي ليا.